زي ما احنا شايفين برضك ان الفريق ابتدى حركاته بالمشي. التدريب اللي قصادنا دلوقتي ضربه ثم ضربتين في وسط الانسان. الجسم الانسان في التدريب بنقسمه الى 3 اجزاء، في الراس ثم الصدر ثم البطن. 3 مناطق بيسموا جودان وشودان وجيدان. دلوقتي الصدة للخلف اجي اوكي اللي هي صدة لواحد بيضرب واحد في وشه فبيصدها، وبعدين بيضربه بقبضة اليد في الوجه ثم ضربة في فم المعدة باليد الاخرى. اللعيب عشان يوصل لهذا الكومبينيشن بياخد حوالي من 10 الى 12 سنة. معظم اللعيبة اللي قصادنا دول عشان يوصلوا لهذا المستوى كلهم 3 دان و2 دان و4 دان خدوا مدة من التدريب كبيرة جدا. الكومبينيشن اللي قصادنا ده دفاع لضربة في الصدر ثم الاتاك مرة اخرى الى اللاعب المهاجم في فم المعدة او منطقة الشودان اللي هي منطقة الصدر. دي برضك صدة اخرى من الداخل للخارج اسمها اوتشي اوكي. ثم الهجوم. احدى تدريبات الفريق القومي المصري للكاراتيه باستاد اسكندريه التدريب الصباحي على كوميتيه. الكوميتيه اللي هو القتال الشخصي بين 2. بحب ادي الفكره للساده ان الكوميتيه ده قتال شخصي بين فردين لمده دقيقتين لعب. المباراه من ايبون، كلمه ايبون يعني نقطه كامله، او 2 وزاري. كلمه وزاري يعني نص نقطه، يعني 2 وزاري بيعملوا ايبون يعني نقطه كامله. دلوقتي في مباراه بين اللاعب حسني جبر واللاعب اشرف صالح، وفي حسني جبر اشرف صالح دلوقتي خد نص نقطه وزاري لان اللاعب ضربه ركله اماميه فصدها، وضربه جاكوزوكي يعني ضربه اماميه باليد فتعتبر دي وزاري لانها ضربه صحيحه. دلوقتي كل لعيب بيركز انه يخش ياخد حاجه. في ضربه غير صحيحه من اللاعب حسني جبر، دي ضربه تعتبر ضربه متوسطه برضك غير كافيه فما تتحسبش. ضربات متتاليه بالرجلين، الركله الجانبيه والركله الدائريه اللي هي بنسميها المواشي جري واليوكو جري. الكاراتيه بيستخدم فيه لعيب الكاراتيه ايديه ورجليه زي بعض، يعني زي شايفين اللاعب حسني جبر واللاعب اشرف صالح بيستخدموا ايديهم ورجليهم زي بعض. دي ضربه حسبها الحكم ماي جري اللي هي ركله اماميه للاعب حسني جبر، يبقى دلوقتي متعادلين. ضربه مواشي جري او ضربه دائريه بالرجل غير كافيه. في شروط للضربه علشان تتحسب ضربه سليمه: الوضع المناسب السليم اللي هو بنسميه الستايل، قوه الضربه وسرعه الضربه. في وزاري حسبه الحكم مراد عاصم للاعب اشرف صالح ضربه سليمه بالرجل. وزي ما قلت لحضراتكم ان مش اي ضربه تتحسب، لازم في مقاييس معينه في الضربات. الضربه السليمه، القوه، السرعه، النظر. يعني لو واحد ضرب واحد ونظره كان في اتجاه ممكن عوامل ما تتحسبش. المباراه انتهت بالتعادل. دلوقتي هنشوف مباراتين في الكوميتيه ايضا، واحنا بنأخدهم على انهم يلعبوا على ملعبين لان بطوله العالم هيلعبوا على ملعبين جنب بعض. فدايما بنأخد اللعيبه انها تلعب على ملعبين وقانونيين، اللي هو الملعب القانوني 8 متر مربع، وفي منطقه امان خارج الملعب 1.5 متر من كل اتجاه، يعني 11 متر علشان الحكام. بيحكم مباريات الكوميتيه 4 قضاة وحكم عام، وفي مسجل ومقاطي خارج الملعب. زي ما احنا شايفين المباراتين دلوقتي بين اللاعب ايمن عبد الحميد واحمد يوسف وضم اعضاء الفريق القومي للكوميتيه، ودكتور مراد عاصم حكم مباراه حسب وزاري جاكوزوكي للاعب ايمن عبد الحميد. في الملعب الثاني في وزاري مضاد دلوقتي للاعب احمد يوسف، يبقى ايمن واحمد يوسف متعادلين. في الملعب الثاني الحكم خالد جاد المولى بيحكم مباراه بين هشام شعيب واحمد عبد الله، والاثنين ضباط شرطه، وعندنا في الفريق القومي كوميتيه. زي ما قلت لحضراتكم ان الضربه ما تتحسبش سليمه الا اذا كان مقياسها في 4 حاجات: النظر في اتجاه اللاعب اللي انا بهجم عليه، الستايل، القوه، السرعه. اي ضربه خطا بتعتبر على اللاعب اللي ضربها، اي اصابه بتعتبر على اللاعب اللي ضربها. دلوقتي شايفين الحكم خالد جاد المولى حسب وزاري للاعب هشام شعيب بضربه ركله دائريه اللي هي بنسميها مواشي جري. في هجوم على الملعب الثاني من اللاعب ايمن عبد الحميد اللاعب احمد يوسف، وضربتين مع بعض. اذا دخل اللاعبين مع بعض فبتتحسب حاجه اسمها ايوتش يعني مع بعض داخلين في توقيت واحد، فما تتحسبش حاجه.
الكاراتيه في تحكيمها صعب، لان زي ما حضراتكم شايفين ان اللعيبه سريعه جدا، الضربه بتاخد جزء من الثواني، جزء من الثانيه، فلازم الاربع قضاه والحكم يكون نظرهم وتركيزهم كامل للاثنين لاعبين. الكاراتيه يعني محتاجه الى سرعه غير عاديه. احنا وصلنا بهذه السرعه بتدريبات الفريق القومي، زي ما شفنا الحركه اللي عملها الحكم خالد جاد المولى بايده دي، يعني الاثنين دخلوا مع بعض، فبتفرق ثانيه او اقل من ثانيه، جزء من الثانيه بين الواحد والثاني، فعايزه يقظه من الحكام جامده. دلوقتي على الملعب الثاني في ايمن عبد الحميد واحمد يوسف، الحكم مراد عاصم، في ماي جيري اللي هي الركله الاماميه للاعب احمد يوسف. دلوقتي في الركله اماميه ايضا للاعب ايمن عبد الحميد، ودي حاجه طيبه ان احنا نشوف هجوم مستمر، محدش بيدافع دفاع وهو على الملعب الثاني شايفين الحكم خالد حسب وزاري للاعب هشام شعيب. يبقى دلوقتي في تعادل بين هشام شعيب واحمد عبد الله. اللاعبين هشام شعيب واحمد عبد الله واشرف صالح وايمن عبد الحميد وجمعه سالم من احسن اللاعبين الكوميتيه في مصر اللي بيستخدموا رجليهم، وميزه ان اللاعب يكون بيستخدم رجليه وبيستخدم ايديه مع بعض، حتى اذا بيلعب حوالي 20 او 30 مباراه في بطوله العالم في يوم او يومين، فاذا اصيب احد اطرافه الاربعه ايديه او رجليه فممكن يكمل بقيه مبارياته بايده او رجليه حسب الاصابه. في دلوقتي مواشي جري للاعب ايمن عبد الحميد، وده بيستخدم رجليه فعلا بامتياز. مواشي جري الركله اللي هي دائريه، ودي بتكون في الوجه او في صدر البني ادم، لان عندنا جسم الانسان بنقسمه الى 3 اجزاء في الكاراتيه، ممنوع الضرب باي طريقه تحت الحزام. الملعبين دلوقتي في مباراتين اخرتين، بين الملعب الاول بين اللاعب محمد جمعه سالم واللاعب حسني جبر وبيحكمها الدكتور ايمن عبد الحميد. الملعب الثاني في مباراه بين محمد حموده شعراوي وعلاء الدين السعيد وبيحكمها الدكتور مراد عاصم. علاء وشعراوي من لعيبه الكاتا، انما برضك لازم بيتمرنوا كوميتيه. وزي ما قلت لحضراتكم ميزه ان احنا بنلعب على ملعبين، لان بطوله العالم هيتلعب على ملعبين جنب بعض، فياخدوا على ان كل لاعب يركز في ملعبه فقط، في لعبه فقط. زي ما احنا شايفين ان الدكتور ايمن عبد الحميد حسب مواشي جري اللاعب حسني جبر ضربه دائريه برجله، وايضا حسني جبر واللاعب محمد جمعه سالم من احسن الناس اللي هم بيلعبوا بالرجلين. في دلوقتي على الملعب الثاني مباراه بين علاء السعيد ومحمد حموده شعراوي. كل لعيب بيستنى نقطه الضعف في زميله او حته تتفتح في جسم زميله عشان يبتدي يخش فيها، وده يبقى ذكاء من اللعيب. اللعيب ما بيخش مهاجم اعتباط، لا، ده لازم بيبقى في فتح منطقه معينه في جسم اللعيب. زي ما قلت ان في مناطق معينه في الجسم اللي هي منطقه الراس ومنطقه الصدر ومنطقه البطن ومنطقه الظهر فقط هي اللي مسموح فيها بالضرب، ممنوع تحت الحزام، ممنوع في الرجلين من تحت، ممنوع في الضرب في الوش، توصيل في الوش. في لازم يكون فيها كنترول الضربه في الوش، انها بتقف على بعد سنتي من الوش، اللي بيوصل بيعتبر مغلوب. لا زالت المباراه مستمره بين اللاعبين. انتهت المباراتين دلوقتي. الكاتا اللي هيعملوها دلوقتي الجوجو شوداي، احنا اخترنا للفريق القومي كله كابتن، البنات كابتن والصبيان كابتن. هم بيعملوا البنات السوتشن والجوجو شوداي، الصبيان بيعملوا الجوجو شوداي والانصر. يعني كل فريق بيركز بقالنا سنه على كابتن فقط. الكاتا الجماعي مش سهله. الكاتا الجماعي عشان ننسق الحركات وننسق القوه وننسق السرعه وننسق ان كل بنت، مهم جدا في الكاتا ان اي لعيب كاتا بيبتدى الكاتا في نقطه معينه لازم يرجع لنفس النقطه. اذا رجع بعيد عنها 5 سم او سنتي واحد بينقص نمر، لو بعد اكتر من كده بيبقى كل لما يزيد مسافه الرجوع لمكانه الاصلي بينقص نمر اكتر. توحيد السرعه، يعني الكاتا الجماعي انا في اعتباري اصعب من الكاتا الفردي. الكاتا الفردي بيعملها فرد واحد، انما الكاتا الجماعي زي ما بقول لحضراتكم ايد واحده شغاله او رجل واحده شغاله، سرعه واحده، تيمبو واحد، فصعب. واحنا نجحنا الحمد لله، وانا شايف البنات الحمد لله برضك نجحوا في انهم بيأدوا كانها فرد واحد. معظم الكاتات فيها
2 كياي. كياي اللي هي الصيحه بتاعت الكاراتيه. كاتا الجوجو شوهوداي دي الوحيده اللي فيها 3 كياي، الوحيده اللي في الكاتات اللي فيها 3 كياي. يوجد في الكاراتيه حوالي 50 كاتا مختلفه، في كاتات للانسات فقط وفي كاتات للرجال. الكاتات للانسات حوالي 3-4. انتهت دلوقتي الكاتا، وطبعا اللعيبه بيشجعوه. الفريق القومي المصري للكاراتيه في كاتا جماعي. الفريق بيتكون من علاء السعيد، مراد عاصم، خالد جريمولة، ايمن عبد الحميد، محمد شعراوي. في كاتا الجوجو شوهوداي، ودي الكاتا اللي هيمثلونا بيها في بطولة العالم اللي بعد ساعات هتقام. الكاتا عبارة عن حركات وهمية في جميع الاتجاهات. اللاعب بيوهم نفسه ان في لاعبين بيهجموا عليه من الاتجاهات ال4، وهو بيعمل دفاع وهجوم عليهم في حركات متناسقة فيها قوة وفيها سرعة، فيها ابتسام. زي ما احنا شايفين اللاعبين بيبتدوا في اتجاه يعملوا دفاع وهجوم، يدوروا في اتجاه تاني بيصدوا ضربة امامية برجلين، وبعدين بيبتدوا يعملوا حركات في اتجاه اخر. الكاتا دي تعتبر من اصعب كاتات العالم، واحنا اخترناها وبنتمرن عليها بقالنا حوالي سنة، وتعتبر من الكاتات الطويلة واللي بتحتاج مجهود عصبي وعضلي كبير. دلوقتي اللاعبين وصلوا الى نهاية الكاتا، بينهوا الكاتا زي ما احنا في اتجاه، وبعدين بيبصوا في الاتجاه التاني عشان ينهوا. بكده تم اللاعبين الفريق القومي المصري للكاراتيه، فريق انشاد في الكاتا، هيعملوا كاتا غير اللي عملوها في التدريب اللي هي كاتا سوتشي. بتمثلنا فيهم مروه عبد العظيم الحصري، علا عبد الله، وراضيه محمود.
زي ما شرحت قبل كده ان الكاتا الجماعي المفروض بيكون اكن لعيبه واحده بتشتغل، ايد واحده، السرعه واحده، الزمان واحد، النهايه والبدايه واحده، الضربه واحده. زي ما احنا شايفين دلوقتي ان اللاعبات بتعمل دفاع وهجوم في اتجاه، وهيبتدوا يلفوا ويعملوا دفاع وهجوم في اتجاه اخر، وفعلا هم نجحوا في التنظيف بين ضرباتهم. فزي ما احنا شايفين هم دلوقتي في نهايه الكاتا نهوا الكاتا فعلا ورجعوا. ده دليل على ان التمرين مستمر لمده كبيره هي اللي تجيب الحكايه دي. يعني تنسيق الثلاثه مع بعض ما بيجيش الا التمرين مستمر ولمده كبيره. اللاعب في التدريب بيلعب حوالي 20 ماتش عشان نهيئه انه يقدر يستمر في مباريات بطولة العالم. واحنا ابتدينا الحكاية دي من حوالي سنتين بالتدريج. ابتدينا بيهم حوالي 3 ماتشات في التدريب وبعدين 4 ماتشات الى ان وصلنا ان اللعيب في اخر تدريباته بيوصل بيلعب 20 ماتش في التدريب. زي ما احنا شايفين ان التدريبات بنستخدم فينا ايديه ورجليه، اللعيب اطرافه الاربعه، الايدين والرجلين، ورجله اليمين والشمال زي بعض. المباراه بتستمر زي ما قلت دقيقتين لعب. بيحكم الكوميتيه 4 قضاه وحكم عام، غير الكاتا اللي بيحكمها 7 قضاه وحكم عام. مش اي ضربه تتحسب في الكوميتيه. يعني احنا شايفين دلوقتي اللعيب محمد جمعه كان بيجيد لاعب الرجلين، انما مش اي ضربه تتحسب، ليها مقياس معين. الضربه الصحيحه في الكوميتيه ليها السرعه، القوه، الستايل، النظر. دول ال4 حاجات المكتملين بنحسب بيهم الضربه الصحيحه. طبعا ماتش الكوميتيه ده اللي مدته دقيقتين عايز قوه احتمال وعايز نفس ولياقه بدنيه كبيره جدا. فقدرنا احنا نوصل بيهم في خطه التدريبيه للفريق القومي ان اللعيب بيلعب في ال4 ساعات حوالي 20 ماتش متتالي عشان يقدر في بطوله العالم يستمر يومين متتاليين. هيلعب مع حوالي 97 دوله. مجموعة مختلفة من الكتات هيلعبها علاء سعيد عضو الفريق القومي المصري للكاراتيه كاتا سوتشن. المجموعة دي مختلفة عن المجموعة اللي اللاعب أداها قبل كده، لأن كل لعيب له كابتن وكابتن ثالثة احتياطي لازم يعرفهم بنفس المستوى في بطولة العالم. انه بيخش في الدور ان كل دولة بتلعب في بطولة العالم ب3 فردي و3 جماعي. ففي حوالي 97 دولة في 3 فرد، يعني حوالي 300 لعيب هيلعبوا. فبيلعبوا في الدور الاولاني كاتا، اذا وصل الدور الثاني بيلعب كاتا مختلفة، في الدور الثالث بيلعب كاتا يا اما من اللي عملها الاول يا اما كاتا مختلفة خالص. علاء بينهي الكاتا السيستم، وهو زي ما احنا شايفين علاء ده مستواه مرتفع جدا وضرباته كلها فيها قوة وفيها مرونة وستايل، وربنا يوفقه ان شاء الله. اللاعب خالد كالمولة في كاتا غير اللي عملها كاتا جوزيف شهداي. بيبتدي خالد تبتدي الكاتا دي بتركيز، ويبتدي بيعمل دفاعات وهجوم في ال4 اتجاهات حوله. زي ما شفت حضراتكم ان هو بيتجه النهارده بايده دي القداميه بيصد بيها، بيضرب واحد بايده ورجله، يبتدي يتجه لخصم تاني في زاويه تانيه بيبتدي يضربه بايده ورجله، بيبتدي يصد ويضرب قدامه، وبعدين صد وضرب وراه بيلف، بيبتدي يركز علشان يخش برضه تضرب واحد تاني لف دايره كامله عشان بيروح لخصم تاني. زي ما احنا عارفين ان الكتات دي اعمالها صعب جدا مش سهل زي ما حضراتكم شايفين، لانها بتحتاج قوه وسرعه ولياقه ونفس، وبتحتاج ستايل. الوقفه اللي هو واقفها دي علشان يتمارس عليها او يوقفها لازم سنين وسنين، مش بتيجي في يوم او حاجه.
كل قوته بيطلعها في كل ضربه، زي ما احنا شايفين ان كل قوته في كل ضربه من الضربات، سواء بالرجل او بالايد. كل اعصابه، كل اتجاهاته، كل تركيزه في ضرب كل ضربه، سواء ديفنس او اتاك. احنا اخترنا الكتين اللي هنلعب بيهم في بطوله العالم، يعتبر هم اصعب كتين من الكتات ال50 اللي هم الجوجو جوداي والانس. بيحتاجوا وقفاتهم بتحتاج لياقه خارقه من اللاعب. يعني شايفين الوقفه اللي واقفها خالد دلوقتي دي بتحتاج يعني لياقه غير عاديه. انهى اللعيب خالد كاتة الجوجو جوداي.